شو يقول؟ شو يقول؟ 10 افتح بعد اذنك. لا هسه هو هاي موجود بالعروة الوثقى ما السيد الطباطبائي مو نفسه؟ هاي راح اقرا لك اياه. هذا مو؟ والتفخيذ جائز ولو في الرضيعة، مو صح؟ هو هذا؟ هذا توضح لي يا شيخ احمد الله يبارك فيك مشان نعرف انه كيف واحد بده يفاخذ مثلا الرضيعه هسه انا اوضح لك. اي والله والله وضح لنا. حقك علي وحقك علي. هسه انا بس ان شاء الله انت تكون موجود يعني. ان شاء الله تبقى. ادعوا لاخوان انه يبقى. تقدر تقول لي هذا يا تاريخ هذا اللي كتبه؟ هذا انا حتى اعلمك اول واحد ذكرها هو صاحب العروه الوثقى قبل السيد السيستاني. السيد السيستاني هسه موجود والسيد الخميني قبل 30 سنه مات، بس صاحب العروه الوثقى صار له 100 سنه، يعني هو قبلهم. غير تذكر يعني الواقع مين؟ زين يعني هو هذا انت هذا بتنفيه من كتبكم يعني من لا علمائكم لا لا بتنفي كتب لا لا علمائكم؟ موجود، لا موجود اول قبل 100 سنه ذكروها. لا بس احنا خلينا نشوف الاصل منين ذكروها. باوع شوف الاصل. هذا الشيعي، هذا واحد شيعي ايش اسمه؟ تخريج الفروع على الاصول، الامام ابي المناقب الزنجاني. هذا الشيعي باوع الشيعي. هذا قبل 700 سنه 800 سنه متوفى 656 كلش قديم. هذا الكتاب يدرسوه بجامعه دمشق، باوع قسم علوم القران والسنه بجامعه دمشق. هذا شو يقول في صفحه 193 يقول انه لو كان المعقود عليه المنافع ما صح نكاح الطفله الرضيعه. يقول يعني ترى احنا هذا ما يصير انتم تقولون انه لا يجوز عقود المنافع لان عندنا صحه بنكاح الرضيعه. يعني هذا في قبل 800 سنه هذا الشيعي يقول صحه نكاح الرضيعه. ومن اروح لواحد شيعي ثاني اسمه صاحب كتاب روضه الطالبين الامام النووي الشيعي، باوع شيعي. الامام النووي ايش بيك الشيعي؟ الجزء الخامس في روضة الطالبين هذا الشيعي يقول لا حصول المنفعة، نفس الكلام، بل يجوز وقف السيد كذا كما يجوز نكاح الرضيعة. باوع جوز النووي. هذا هم شيعي، باوع الشيعة يا اخي، ذول الشيعة كارثة. هذا النووي صار له 800 سنة. باوع الشيعي. زين الشيعي اللاخ في مغني المحتاج في معرفة معاني للخطيب هاي كتب شيعية، هاي كتب شيعية النووي. هذا النووي والزنجاني وهذا الخطيب الشربيني النووي الشافعي الشيعي. يقول يعني في الجزء الثالث. لا لحظة شوي، لا لحظة ليش هيك انفعلت يا شيخ أحمد؟ ليش هيك انفعلت؟ اي مو انا بدي اقرا لك الشيعة شو يقولون، غير تقرا. لا طول بالك. هلا انا سألتك انت لا تنفعل، دائما تعلم انه انت بما انه شيخ ما شاء الله عليك بدك تحاور مثلا العامة، لازم يكون بالك طويل. انا مو بس بالي طويل، كل شيء عندي طويل. ونحن كل شيء عندنا طويل. طويله وخشمي طويل وشعري طويل. غير حتى غير الخشم، حتى نحن في عندنا شغلات طويله من تحت. طويله. بعد ادعو في القضيه، دباع القضيه هسه تفتهم. المهم هذا الشربيني الشيعي يقول لا طفله قد يفهم انه لا يشترط في الزوجه بل وطئها محلل وان كانت طفله. الله يا شيعة حرام عليكم. يا شيخ احمد يا حبيبي اسمعني بس اصبر اعطيني مجال خلي اعلم الشيعة. بس خلي اعلم الشيعة يا اخي. اقول لهم ليش تسوي؟ مو حرام عليكم؟ مو عندكم متعه. لا انت سالتني شلون التفخيذ، راح اشرح لهم التفخيذ. انت مو تريد اشرح، بس اصبر خلي اقرا اصل المساله. طيب حتى اشرح لك. وان كانت طفله لا يمكن من جماعها، يقول بس يمكنه وطئها. ايضا في كتاب الشيعي نيل الاوطار للشوكاني الشيعي باوع الجزء السادس يقول وجوز الحسن البصري الشيعي اللي هو كان متولد سنة 21 هجري، والنخعي إبراهيم النخعي اللي هو تلميذ عمر بن الخطاب الشيعي، وجوزوا للأب أن يجيز ابنته يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو يجبرها. وفي الحديث يقول ولو كانت في المهدي لكن لا يمكن منها. لازم الآن الأب يجبر بنته بالمهد يعني رضيعة أنه تتزوج بس ما تمكن من الوطئ. ويل يا إبراهيم النخعي تلميذ عمر الشيعي والحسن البصري تلميذ عمر الشيعي. يقول اصبر يا عمي
لا لا، رامي. ما بصير هيك يا شيخ احمد، ما لا بصير رامي، هيك. خلي اقرا واصعد، خلي اقرا واصعد، رجاء لا تقاطعني، ارد افضح الشيعه اليوم، اني ارجوك لا تقاطعني، ارجوك لا تقاطعني اليوم، افضحكم الشيعه. في كتاب المغني لابن قدامه الحنبلي الشيعي، ابن قدامه المقدسي الصالحي الحنبلي الشيعي، باعوا يقول: فإن قيل بأي شيء تستبرأ إن كانت رضيعة، يقول تستبرأ بحيضة، أدري الرضيعة حيض طاح صبغك، يقول: فظاهر هذا لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. هذا الشيعي ابن قدامة. زين، فتاوى ثور على الدرب، الابن باز، حتى نفتهم ثور على فتاوى ثور على الدرب اللي الابن باز الشيعي يقول شنو معناتها المباشرة في كتاب ثور على الدرب. شنو معنى المباشرة؟ يقول: المباشرة هنا أن يباشرها بدنها ولو مس فخذها أو مس أشرف غريب. شوف، لأن هو فرجها أشرف غريب، طبعا سنية هي، الفرج هنا يعني أشرف غريب، فخذها يعني رامي حمامات. زين عيني؟ زين، هذا منه في موسوعة ثور على الدرب. زين، طبعا يحكون على المفاخذة وكذا. في الفتاوى الهندية لأبي حنيفة الشيعي الجزء الأول، أبو حنيفة الشيعي يقول: ووقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل إذا لم تبلغ، وإذا بلغت 9 سنين كذا، وأكثر المشايخ على أنه لا يضبط بسن، وإنما العبرة إذا كانت للطاقة، إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال، يعني إذا بنتك مربربة سمينة بغل ثور طالعة من أمها صار لها يومين وتطيق الجمع، لأن ثور مربربة سمينة عادي. حتى نريد نفتهم شلون. في البحر الرائق في فروع الفقه الحنفي الشيعي يقول: وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها. مربربة شبيك؟ وكلوهن هالعجول اللي عندكم، أدري نسوانكم ما يرضعان، رضعوا خلي سمنا حتى نقدر احنا نتزوجهن. مربربات سمينات. في رد المحتار للشيعي ابن عابدين، شوف شو يقول باش، يقول: وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم حتى تطيق الوطئ، يعني شوية أسوي لها في بعض التمارين حتى تطيق، والصحيح أنه غير مقدر بالسن. يقول بس لازم القاضي يراعي فد شيء باوع. يقول: وقد تقدم في التار تاخانية ما شو اسمه إن البالغة إن كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج، فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو لهزلها أو لكبر آلته. هنا حقكم، هنا حقكم، بس انتوا السنة ما عندكم كبر آلة، كلكم فصم، كلكم عود شخاط، فبناتكم لذلك من الزوجات انتوا ما عندكم كبر آلة، ما عندكم كبر آلة، انتوا كلكم فصم. تعرف شنو فصم؟ يعني هيك هالقد هيك هالقدك، يعني انت كلك هيك، فما عندكم كبر آلة. لا هاي عايفيها للشيعة انتوا. زين، فعادي. اويلي يا الشيعة، اويلي يا الشيعة. زين، اذا نشوف واحد لاخ شيعي في كتاب حد الزنا في الشريعة الإسلامية، فهد ابن صقر زايد الروقي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو هيئة اللجنة للفتوى، طبعا في قوم مو في السعودية، شيعة ذولا، شيعة ايش بيكم انتوا؟ ترى ذولا شيعة. هاي عضو هيئة الفتوى في السعودية الشيعية، مو وهابية، الشيعة كلهم شيعة. المفاخذة والسحاق، مفاخذة خوش، يقول: ولا حد بمفاخذة ولا سحاق، عادي، احنا ما عندنا حد، يعني بناتكم نشتغلهن لعدم تحقيق الإيلاج مع لزوم العقوبة لهما، وأيضا لا حد في تمكين المرأة نفسها لقرد. يا ولد القرود، يا ولد القرود، يعني إذا المرأة عندكم تمكن نفسها تعطي نفسها القرد عادي، أو نحوه، يعني مطي مثلك أنت اللي صعدت قبل شوي، يعني زمال مثل أشرف غريب، يعني عقروقة مثل رامي عيسى، هكذا. يعني ماكو حد إذا تمكنوا النسوان، إذا ما مرة إجا شافها قرد قالت له تعال والقلب داعي لك.